وأنا بحب أهل لبنان. اشتي كتغبري كنت توحشوك، برا كنغبر باش توحشوني باش متملوش مني من بعد. كي شابة ثانك يو. شحال من حلقة بقى ما عرفتش، احنا بحلقة 62 وقيلا، ممكن 100 حلقة. love you from الجزائر، أهلين. love you more والله. كما كنتي ودانيال بزاف، شكرا. يا بلاصة بدرب سلطان بدرب سلطان. ما عندكش لا دغيس حسن. مين اللي قالك عني من ورا مني؟ شعرين شوف بزاف. اني قدرت انسى ده انا في عينيك متهمة ولا انا فاهمة. جوجو ثانك يو عنجل. بس خلوا اللايف يطلع شوية وحابة احكي بموضوع. اوكي وغادي نهضر بلهجة بيضة باش كل شي يفهمني. اوكي راح احاول احكي بلهجة بيضة كرمال كل اللي باللايف يفهموني. تمام. بدي احكي بالقصص اللي صار لها ايام يعني عم تصير، فحابة انه اللايف يطلع شوي وبتناقش بالموضوع. I'm good thank you. love you more guys thank you والله. وأنا كتير بحبكم. داني وشاش طالبينك، بس بدي احكي بموضوع وبعدين رح افوت بالجولات. وبنحبك من مصر وانا بحبكوا يا لاوي، ده انا بحبكوا قوي قوي. بدي احكي بموضوع. اوكي هي اول مرة رح اطلع لايف واحكي. تمام. هو الموضوع حيكون شوي غريب علي لانه انا بالعادة ما بحب هيك قصص. اوكي بس افتكر انه خلص يعني كتير في ناس تجاوزت الحدود والمفروض انه هذا الموضوع ينحكى فيه. اوكي اول شي في كتار منكم بيبعتوا لي يعني فيديوهات عم تتصمم، فيديوهات لناس معنا مشتركين عم يحكوا علي، عم بيجيبوا اسمي وبيحكوا علي بالعاطل. اوكي في ناس عم بتزفق لهم ومبسوطة بهذا الشي، وفي ناس لا متضايقة انه ليه هيك عم يحكوا. كل واحد بقى على حسب يعني وجهة نظره ورأيه. اوكي وانا ولا مرة طلعت وحكيت او قلت شي. هقلكن اسباب اللي عم تخلي هدول المشتركين يحكوا على جيهان، لانه هدول المشتركين بيعرفوا جيهان ما مو من النوع اللي هي حتمسك تليفون وحتحطه قدامها وحتقعد تحكي من هون ويمين وشمال، لانه انا مو من الناس اللي كتير فارق معي الترند. اوكي لو كان فارق معي الترند كنت من اول يوم اوكي ما سكتت، ومن اول يوم عملت ريبوست لاي شيء عم يوصلني.
اوكي انا لا عملت ريبوست ولا طلعت سبيت احد من المشتركين ولا بعمري حكيت على حدا، بغض النظر انه انا اذا بدي احكي بدي اطلع بخاف، بدي اطلع ادله، يعني اطلع مسجز، اطلع فويس نوت، اطلع محادثات في كتير يعني. بس انا ولا مره حكيت لانه انا اي نو هدول الناس شو بدهم، يعني بعرف هدول الناس على شو راكدين. لانه انا لما الفيديو بيوصلني مسجل عم شوف انه اللايف تبعهم او اللايف تبعهم كتير عادي، ما فيه ناس كتير، بس اول ما بيجيبوا اسمي سبحان الله هذا اللايف اوف بيرتفع لسابع سما. اوكي انا ما عندي مشكله، بدكم تطلعوا ترند، بدكم ما عندي ولا مشكله، ما عندي مشكله مع حدا. وعلى فكره طريقه حكيكم واسلوبكم كل هدول ولا فارق معي، لانه هذا ما له علاقه بشخصيتكم الاصليه، يعني انتم عم تتصنعوا. لانه اللي عن جد عنده شخصيه تمام بيحكي فيس تو فيس، ما بيستخدم شاشه وبيتخبى من وراها وبيقعد يحكي. اوكي اللي عنده مشكله مع حدا في تليفون بشيلوا تليفون بيرفعوه بيجوا بيحكوا. اللي كان عنده مشكله بوقتها كمان كان فيه يحكي بالبرنامج، مو قادرين تحكوا قدام الكاميرا، في ورا الكواليس في بوز اكل كان فيكم تحكوا وتعملوا معي مشكله، بس ما كان حدا يقدر يحكي وما كان حدا عم يسترجي يقول شيء تمام، والكل كان عم يحكي من ورا ظهري، ما حدا. شو كنا عم نقول؟ نستني فصلتني. انا ما بحب يعني اي واحد فينا، حتى انتو هلا اللي عم تتفرجوا، اي واحد فيكم فيه يمسك تليفون هلا ورا الشاشه ويقعد يحكي. ممكن تختاروا حيلا شخص، ممكن مثلا انا اختار براد بيت مثلا واقعد احكي واقول لكم مثلا انه براد بيت بعت لي مسج وكان بده يشوفني وبده يلتقي فيني بس انا ما رضيت وكذا تمام، وهذا الفيديو رح يتداول ورح يطلع ترند بس حكي. طيب طلعي لنا المسج، طلعي لنا اثباتات انه عن جد هذا الشخص حكى معك وعن جد قال لك هذا الحكي. لا ما في، كله حكي عشان تطالعوا مع ترند. وانتم سبحان الله كتير بتساعدوا هدول العالم، يعني بتساعدوا انه الفيديوهات تبعهم وكلامهم ينتشر على ابعد مدى. حتى الناس اللي عم تشوف انه كلامهم ما حقيقي ومعصبين منه، مجرد انه انت عم تاخذ هذا الفيديو وعم تنشره بصفحتك، حتى لو كنت عم تسبه، حتى لو كنت عم تحكي عليه، انت عم تساعد انه يوصل لهدفه. يعني هو طالما مسك تليفونه وقعد يحكي على اشخاص معينه، بغض النظر انه هن اشخاص اصلا في بيناتهم عاشوا ملح، عاشوا مع بعضهم، اكلوا ناموا مع بعضهم بنفس المكان، تعصبنا سوا، مرضنا، تخانقنا، تصالحنا، كل هدول شغلات عشناهم يعني مدة شهر ونص طول الوقت. تخيلوا انه نحن وش بوش بعض. يعني انت حتى الاشخاص اللي هلا عايشه مع اهلها ما اظنش انه بيشوفوا اهلهم 24 ساعه، نحن كنا نشوف بعض 24 ساعه، ما إلك مهرب. فاهمين شو قصدي؟ ما إلكن مهرب. هدول الناس انتوا قبل ما تطلعوا تصافت القلوب وتصالحتوا، كل هذا رح انساه. طيب ونحن جوا البرنامج اكتشفنا شغلات كتير، اكتشفنا انه نحن كان عن جد عم ينلعب فينا، ولما طلعنا من البرنامج رجعنا اكتشفنا انه عن جد كان ينلعب فينا. لهي الدرجة في مجاعة للشهرة على حساب ناس غيركم. اوكي في شغلة كمان، البنات الفانز يلي تقسموا تمام، اللي عم يطلعوا لايفات وعم تقعدوا تحكوا وتفوتوا البلدان ببعضهم، وبنات المغرب كذا وبنات تونس كذا، ليه عم تعمموا؟ ليه عم تعمموا؟ ما كل واحد بيمثل حاله، ما حدا عم بيمثل بلده على فكرة. يعني احنا ما بنشبه بعض، مو كل المغربيات انا ولا انا كل المغربيات، نحن بنشبه بعض بجنسيتنا، انا مغربيه وهم مغاربه، ثقافتنا وحده، بلدنا واحد، شعبنا واحد، ملكنا الله ينصره واحد، بس التربيه بتختلف، كل وحده وين تربت، كل وحده ومين رباها، كل وحده والوسط اللي عاشت فيه. في ناس عاشت هون وفي ناس عاشت هون، كل واحد وكيف تربى. يعني أنا إذا اليوم بعمل مشاكل معناه كل المغربيات تعمل مشاكل؟ إذا أنا قلبي طيب ومنيحة معناه كل المغربيات قلبهم طيب ومناح؟ لا، ما تعمموا. في هيك وفي هيك، نحن فخورين ببلدنا، فخورين بثقافتنا، فخورين بالشغلات الحلوة اللي ببلدنا، نحن كشعب مغربي بنفتخر بهذا الشيء، بس نحن مو واحد، مو نفس الترباية. وكذلك شعب تونس نفس الشيء، مو كلهم زي بعض.
ما تجي اليوم واحدة من الفانز تقعد تحكي يعني عن جد شي بيضايق انك تحكي على شرف يعني هدول الفانز اللي على اساس انه هن فانز سب واشتم واحكي اللي بدي اياه. مثله انا كمان عندي تليفون وعندي واي فاي بالبيت وعندي اضاءة وعندي كل شي، فيني اطلع رد كمان وفيني اشتم. ترى اسهل شي بالدنيا هي الشتيمة، اسهل شي بالدنيا امسك تليفون واشتم. بس انا ولا مرة عملت هذا الشي، يعني هذا الشي ما بيشبهني. اليوم انت تمسكي تليفون وتقعدي تحكي على شرف بنت، لا ما إلك الحق. سوري، بغض النظر مشاكل بيني وبينها متخانقين، بس لا ما توصل لهالنقطة. رأيي أي حدا بده يعطي رأيه يعطيه بالمنطق. قولوا متناقضة، قولوا حقودة، أنا ما عندي مشكلة، بس ما توصل لشرف. مين أنتو؟ إنه وين بتعرفوا الناس لحتى تحكموا على شرفهم؟ أنتو ما بتعرفوهم. بنت عمرها 21 سنة ما إلك الحق تحكي عليها بهي الطريقة وتجيبي عيلتها شو إلهم ذنب. بغض النظر انه انا فهمانه انه انتم عملتوا كل هذا الشيء، حتطلع وحده هلا تقلي عملنا لانه هن كمان سبوا على بلدنا وهي عملت ريبوست. كل واحد حر، انا شوي حكيتها، كل واحد وتربيته. كمان هي ما كان لها الحق انها تنزل شيء على بلد باكمله. عندك اوكي عم تنزلي ريبوست علي، اوكي تضايقت واجيت حكيت معك وخليت ناس كمان يحكوا معك ووقفوكي وما سمعتي الكلام، اوكي هذا الشيء بيرجع لك، بس ما تحكي على بلد وشعب كامله. ما إلك الحق. مين نحن لحتى نحكي على تاريخ بلدان تانية؟ نحن حتى ما كنا عايشين بالعهد اللي انبنوا وتأسسوا هالبلدان. شو عرفنا نحن بالمشاكل؟ كل واحد بيعرف طراطيش كلام من هون ومن هون، ما حدا بيعرف شو صاير بوقتها ما كنتي حضرانة. ليه عم ناكل ببعض؟ ليه عم نسبب فتن بين الدول؟ مشاكل بالبيت بين بنتين، عادي بنتين كان ممكن بدل ندى تكون في مغربية وبدالي أنا تكون تونسية اللي متخانقة معه. وقتها شو بدكم تعملوا؟ تعملوا فتنة بالدولة نفسها ذاتها؟ لا، اشتمي قد ما بدك فيني، ما عندي مشكلة، بس ما تفوتوا البلدان ببعض. شو دخل المغربيات، شو دخل المغرب بالموضوع؟ بنشتم الشخص وبنتخانق مع الشخص اللي مضايقنا ذاته. ما بنحكي على بلده، ما بنحكي على عيلته، أهم شي ما بنحكي على العيلة. شو دخل العيلة بالموضوع؟ اطلع اشتم مين ما بدك، بس ما تفوت العيلة. شو هي قلة التربية يا؟ امتى صرنا هيك؟ لك نحن كلنا عرب، كلنا بشر، ما توصل لمرحلة انه ناكل بعض بهي الطريقة. انا هلا كل شوي بفوت بسمع مغرب، بنات المغرب هيك، بنات تونس هيك. طيب انت حتشتمي بنات المغرب، حتقوم وحده مغربيه حتشتم بنات تونس، حتشتمي المغرب حتطلع وحده مغربيه حتشتم تونس. طيب ليه نعمل هيك؟ ليه نشتم بدول بعض؟ نحن ما عم نشوف الحروب اللي عم تصير بغير دول؟ تنبسطوا هلا اذا فتنا ببعض بهي الطريقه؟ هذا الشيء بيبسطكم؟ يلا تعالوا نشوف مين بده يشتم باقوى الشتايم على البلد الثانيه. صايرين عم تتنافسوا ما شاء الله، يعني عم تتنافسوا مين بده يطالع شتيمه اكبر من الثاني. ليه كل هالحقد؟ اقسم بالله شي بضايق، والله العظيم شي بضايق. اوكي انا كتير بشوف قصص وانا كمان بتضايق وبزعل، اوكي بقرا وببكي، اوقات في شغلات بتضحكني على فكره، في شغلات اقسم بالله انا بشوفها والله العظيم حتى اني عم بنشتم فيها مثل شغله حاطين نار على عيني، اقسم بالله انا بضحك، انا ببعتها لاصحابي يشوفوها وبنقعد نضحك عليها، لانه هذا رايك فيني، هذا راي الشخص كيف عم بيشوفني، على حسب شخصيته هو، على حسب الوسط اللي هو عايش فيه، على حسب هو كيف عم بيفكر. في ناس ما بتحب الناس الصريحة بزيادة، عن جد في ناس هيك. انا امي واحدة من هدول الناس، انا امي ما بتحب الاشخاص اللي كتير صريحين، لا بدك تحكي شيء ممكن تلطفيه وتزوقيه وتحطي له فلتر، انا ما بعرف احط فلتر لكلامي، انا اذا بدي اقول الشغلة بدي اقولها اون ديريكت، يعني كلامي واضح، ما بحب زوق كلامي، وبحب الناس كمان تكون معي هيك، بحب الناس اللي بحياتي كمان يكونوا هيك، يحكوا معي من دون زواقه. وانتوا حضرتوا معي كذا لايف وشفتوا رفقاتي شلون عم يحكوا معي وبقعد بضحك. انا كمان بحب اللي بيحبني عن جد، ما بيزوق كلامه ليوصل لي اياه،
مشان ما ضل ماشية بالغلط. بحب الناس تحكيني الكلام مثل ما هو. بكيني وما تضحكش علي، يعني ماشي بهالمبدأ. بكيني تعال، إذا قلبك علي وبتحبني بكيني، بس ما تضحك علي. تمام؟ بس انكم توصلوا لمرحلة انه تحكوا على شرف بنات، ترى عيب. يعني نحن امتى صرنا هيك؟ امتى وصلنا لهالمرحلة عم تحكوا عادي، بتحكوا بالعلن على شرف ناس ما بتعرفوهم اصلا؟ يعني انتم من وين بتعرفوا للبنت اللي عم تحكوا على شرفها وتقولوا فلان عملها وفلان عملها وبتجيبوا بسيرة الاهل هي شو هاد؟ شلون طوعكم قلبكم تحكوا بهي الطريقة؟ ترى عيب، اقسم بالله عيب. فلو سمحتوا، انا عم اقول، برجع بقول انا ما عندي مشكله. يعني حتى كلمه حي اللي بشوفها عندي بالكومنتس بقعد بضحك عليها. طبعا حي انا ميته مثلا بقعد بضحك، لانه هذا رايي الشخصي تبع الشخص. في ناس ما بتحب الناس اللي بتشوفها انه لا كلام بيجرحني، ما بدي هيك عالم، فبتكرهني. هذا الشيء راجع لها. في ناس لا مبسوطه. انا بتمنى وحده مثلك تكون صريحه لهي الدرجه. بالعكس انا بفهم بهي الطريقه. في ناس لا، كل واحد ورأيه الشخصي. بس تعطوا رأيكم على حسب الاشخاص، مش على حسب بلدهم ولا على حسب اهلهم. ما نفوت بعرض شرف الناس، ترى عيب. يعني نحن كمان عنا اخوات، عنا رح يصير عنا اولاد كمان بنات، يعني ترى الدنيا دواره. اقسم بالله عيب اللي صار. انا لما شفت الفيديو والله العظيم خجلت، اقسم بالله خجلت وما عرفت شو بدي احكي. حتى هي لو سمحتوا فانزها، اذا عن جد عم تحضروا هذا الفيديو، عن جد الفانز اللي عن جد بيحبها، يعني مش الفانز اللي هامه بروباغندا وبهامه انه حسابه يطلع فعم ينشر هيك شغلات لانه هي عم تطلع اسرع وعم تجيب فيو اعلى. الفانز اللي عن جد بيحبوها عن جد وقفوا هذا الشيء، لانه عن جد عيب. لانه اسلوبكم انتم، الكومنتس، الستوريز اللي انتم عم تنزلوها والفيديوهات اللي عم تصمموا عليها وتعملوا لها تاج، والبنت عمرها 21 سنه مو عارفه انا شو عم تعمل، وبتعمل لها ريبوست على حسابها، تمام، وبيجوا بنات دول تانية بيشوفوا هذا الشيء، اكيد ما حيسكتوا. انتم متخيلين الكلام اللي بينقال والحكي اللي عم ينحكى والكومنتس اللي عم تنكتب لأي مرحلة بتوصل الشخص، بالأخص إذا كان عمره 21 سنة؟ يعني صغير. أنتم متخيلين كمية العقد اللي ممكن يركبها؟ إذا مفكرين دفاعكم عنا هذا الشيء هو اللي واو، لا، ترى كلمة واحدة بوسط الدفاع والكلام الحلو نحن بنشوف الكلمة المو حلوة هي اللي بتضل مأثرة فينا أكتر شيء. فبليز وقفوا، خلاص بكفي. أنا برجع وبعيد، أنا ما عندي مشكلة بالهجوم، ما عندي مشكلة تعطي رأيك. أنا قبل شوي شفت فيديو لبنت طالعة فاتحة فيديو عم تنتقدني، حلو انتقديني، ما عندي مشكلة. يمكن أنتي وجهة نظرك صح وأنا اللي غلط، يمكن أنا اللي صح وأنتي اللي غلط. الله ما فرق العقول إلا وكل واحد وتفكيره. ماني مجبورة أفكر مثلك ولا أنتي مجبورة تفكري مثلي، لا أنا مجبورة أكون مثلك ولا أنتي مجبورة تكوني مثلي. فبليز الناس اللي عن جد بتحبها لا عاد تعملوا خلص نزلي لها حالك. ليه عم تعملي لها تاج لانه تنزلوا عندها بالستوري؟ ليه عم تسببي لها مشاكل؟ انت لحالك نزلي، انا ما عندي مشكله، بس ما تجيبي بسيره بلد باكمل وما تجيبي سيرته. وانا نفس الشيء الفانز تبعي بليز بكفي. انا بعرف ان الفانز اللي عن جد بيحبني مستحيل يعمل هذا الشيء. ما حدا يشتم بهي الطريقه، ما حدا يجيب سيره البلدان لو سمحتوا. أنا بحب كل البلدان يا جماعة، بحبهم، ما إلهم علاقة ببعض. أنا وندى ما تفاهمنا مو لأنها تونسية، لأنه ندى، ما أنا ماي بيستي أقرب وحدة إلي شيماء تونسية. ترى رحت معها تونس وقعدت ببيتهم وأكلت وشربت ببيتهم واستضافتني أمها، وإجت لهون وطلعنا سوا، وأخوها رفيقي وأختها رفيقتي وبنحكي مع بعض وبنحط لايكات لبعض. تونسية، ماي بيستي أقرب وحدة إلي تونسية. ما لها علاقة بالشخص، ما لها علاقة بالبلد، إلها علاقة بالشخص. عقليتي غير عقليتها، ما تفاهمنا، كنا نقعد نتخانق وتصالحنا بآخر البرنامج، كل واحد راح لحال سبيله.
بنت صغيرة قاعدة مبسوطة بالشهرة اللي هي فيها، وقاعدة عم تنزل وقاعدة يعني عم تستغل الفرصة، لأنه هي فرصتها. أنا مش عارفة استغل هاي الفرصة، أنا حرة، أنا ما بدي استغلها بطريقة مو حلوة. فبليز خلص بكفي، عن جد بكفي، أقسم بالله حرام تجريح. يعني المشكلة معي عم لاقي بنات بلدي عم ينجرحوا. ليه كل هالحقد؟ بكفي حقد بقى. بليز عن جد اللي بيحبني عن جد ما يحكي بهالاسلوب بليز، لانه اسلوب مو حلو. ما تحكوا على شرف حدا، ما تحكوا على عائلته. عن جد الكلام اقسم بالله بيجرح، كل كلمه فيه كانت عم تفوت مثل السيف جواتي، كانه الكلام عم ينحكى علي. ما حلوه، عيب، اقسم بالله عيب. نحن مو هيك، ما بدي نكون هيك. خلص بكفي، البرنامج لعب فينا، خلص كمان نلعب ببعض بعد ما طلعنا. بليز خلص عن جد بكفي لو سمحتوا. واي بنت متابعتني رح فوت على صفحتها بالصدفة لاقيها عم تحكي على بلد تانية، او عم تحكي على شرف بنت، او انا عن جد رح اعمل بلوك. ما بدي هيك ناس تتابعني، ما تتابعوني بليز. اذا عم تفكروا بهي الطريقة وانتم عم تشوفوا انه الحكي على شرف بنت صغيرة بالعمر بهي الطريقة شي عادي وهجوم عادي، انه عم نرجع لها هي نزلت ريبوست وهيك، هذا تبريركم. نزلت اذا عم تشوفوها انه عادي ما حدا يتابعني، ما بدي حدا، ما تتابعوني، ما بدي ناس تتابعني عم تفكر بهي الطريقة. اوريدي انا حكيت بهالموضوع بالحلقات الاولى، قلت انه بليز ما تخلوني اضطر احكي بهالموضوع مرة تانية. قلت انه نحن بنحب كل الدول بنحبهم، فما حدا يشتم ويجيب سيرة الدول. بكفي اللي صاير فينا نحن كدول عربية. ليه عم ناكل ببعض؟ شو تركنا للغريب يا جماعة؟ ليه على فكرة انا كمان عندي لسان، فيني احكي جاوب. في ناس كتير عم تدافع عني بطريقة كتير حلوة كتير لطيفة، في ناس عم بتواصل معهم كمان، وحتى في منهم عم بينتقدوني اوقات بالحلقات رغم حبهم الي، بيبعتولي انه جيهان ما كان لازم تعملي كذا. بتقبل، ايه بليز اعملوا هيك، بس ما تسبوا اهل العالم، ما تسبوا شرفهم. انتقدوا، حلو الانتقاد، حلو. يمكن يكون شغلات انا مش شايفتها، لما اشوف انتقاد كتر عليها اخذها بعين الاعتبار، بس هذا برنامج تصور خلص صورناه، يعني تصرفاتكم هي ما حتغير شيء. والغريب انكم عم تتسرعوا، يعني انتم عم تجرحوا بناس ما بتعرفوا الاحداث لقدام شو بده يصير فيها، ما حدا بيعرف. في شغلات كتير عم تتغير، في شغلات كتير عم تصير، ما حدا عرفان شي. فانتقدوا بطريقة حلوة، بدل ما نسب على شرف الناس ونسب على تربيتهم ونسب على عائلتهم، فينا نحكي على الشخصية، هالكاركتر، انه شخصية فلانة مو حلوة، ما كان لازم تعمل هيك. حللوا الحلقات على كيفكم بالطريقة اللي بتناسبكم، على حسب وجهة نظركم. نحن اصلا جوا البرنامج كل وحدة وكل واحد مختلف على الثاني، ما حدا بيشبه الثاني. ومش ضروري السب اللي بيطلع ترند، على فكرة حتى المحبة بتطلع ترند، والدليل أنا وفرح بغض النظر عن كل شيء ولا واحدة فينا طلعت وحكت شيء عن الثانية. حبينا بعض عن جد، وطالعين البرنامج طول الوقت عم يوصلوني اديتنج إلي وإلها، كمان طلعنا ترند بصداقتنا. مش ضروري العداوة، مش ضروري السب، حتى المحبة فيها تطلع ترند، بس انت شو بتختار بقى، وانت شو بتختاري.
حدا بيحبني بيعمل editing لفيديوز حلوة فيها طاقة إيجابية، فيها شغلات حلوة، بننزل فيديوز نرمي حكي لبعض بالأغاني. اتس اوكي، استغلوا الترند، بس ما تجيبوا سيرة الأهل، ما تحكوا على الشرف. حتى نحن ما بنعرف بعض على فكرة، نحن كمان تقابلنا بالبنات حتى ما بنعرف شي عن بعض، ولا حدا فينا له الحق يطلع يحكي غير انه انتو فانز. يعني انتو ما بتعرفوا ولا البنت ولا بتعرفوني ولا بتعرفوا غيرنا. نحن شغلات ورا الشاشة عم تتفرجوا عليه، وعم تتفرجوا على أجزاء بسيطة من 24 ساعة بنقضيها باليوم. عم تتفرجوا على وقت صغير، يعني هن عم يحدفوا، ما عم تشوفوا كل شي انتو، وعم تحكموا على هاي الساعة اللي عم تتفرجوا عليها، اللي عم تشوفوا كل شخص فينا فيها يمكن 5-10 دقايق. ترى ما حدا فينا بريء بالبرنامج، كله حاكي على كله، لأنه هاي طبيعة الحياة. حتى برا هيك عايشين، حتى هيك برا، حتى مع الأهل، حتى أخت وأخ هيك برضو بنقعد يمكن نقعد بالأيام ما نحكي مع بعض بالساعات، ولما نتخانق ما نخلي شي ما نقوله لبعض، وبعدين بنرجع أحبه وكل شي ما في شي صاير. المهم إنه ما أكتم الشغلات جواتي، ما أخبي الحقد جواتي، إنه بلحظتها أتخانق وما أخبي الحقد، لأنه هذا الحقد إذا بضل يتراكم بعدين بيطلع بطريقة مو حلوة، وعم نشوف نتيجتها هلأ. اللي عنده مشكلة مع حدا يروح حلها بينه وبينه، بس ما حدا يحكي على حدا بهي الطريقة. نحن ما بنعرف بعض، ولا واحد فينا بيعرف التاني شو عاش ولا كيف كان عايش. نحن أصلا كنا طول الوقت مشغولين بالبرنامج، يا باللبس يا بالميك اب، تمام، يا بتلاقينا عم نركض من هون، يا دوب نلحق ناكل ونغير نعمل ميك اب ونسوي شعرنا ونتحمم ونغير ثيابنا، يا دوب كنا نلحق، ما كنا نلاقي وقت نقعد يعني نحكي مع بعض كتير، إلا قليل بالليل يعني ورا الكواليس. يعني ما حدا بيعرف حدا عن شي عن التاني. يعني أنا مثلكم في شغلات عم تنزلوها، إنه فلانة كانت متزوجة، فلانة كانت مخطوبة بالفيديوز وصورة، أنا ما كنت بعرف هذا الشي. يعني لهي الدرجة نحن ما بنعرف شي عن بعض. ما توصل لدرجة عشان تطلع ترند تألفوا قصص من دماغكم تقعدوا تحكوها وتحكوا على شرف أشخاص معين. من وين بتعرفون؟ خلصنا نعقل شوي، بكفي، ما كلنا طالعين. ما أنا ما عم بحكي على حدا وحسابي عم يطلع، عماد عم ينجح، محمد الشعر عم ينجح، خالد عم ينجح، أحمد، كلكم بتحبونا كلنا مع بعض. في فانزات تتقسموا، في فانز راحت لفلان، وفي فانز بتحب هذا أكتر، مو مشكلة، حلو، كل واحد وشو شخصيته. يمكن الشخصية بتحسيها قريبة عليكي أكتر هي اللي بدك تحبيها أكتر، وكل شي بيعيشه بتحسيه كأنه انتي صار معك. كلنا هيك يعني، عادي هذا الشي بيصير. حتى بالمسلسلات لما بنحضرهم نفس الشي، بنزعل على البطل أو البطل إنه صار معه هيك، أوكي، هذا الاشي عادي. أوقات بنعيش مع الشغلة زيادة عن اللزوم، اوكي، بس عيشوا مع الكاركتر. اهله ما إلهم علاقه، يعني اهلنا ما كانوا معنا بالبرنامج لحتى ينسبوا، اوكي، اهلنا ما كانوا معنا بالبرنامج، ما لهم ذنب يعني، لحتى كمان عم يتفرجوا اهلنا، عم يحضروا، عم بيتابعوا. يعني عيب انه انا امي او ابي او اخي يفوت على الانستغرام لاقي حاله عم ينشتم على شغله وما له ذنب فيها، صح ولا لا؟ لانه بكفي. يعني انا سحبت حالي وتركت اللي بده يعمل شي يعمله. ما في حدا طلع من البرنامج وما حكى وسب علي ولا مرة، لا رديت ولا حكيت ولا طلعت بررت، احتراما للمشاهدين. يعني انا كمان فيني اشتم، يعني عمري 27 سنة، اكيد بعرف اشتم، بعرف اسب، بعرف العن، بعرف ترى بعرف يعني، مش بعرف، ما في حدا ما بيقال. الولد الصغير هلا عمره 3-4 سنين اول كلمة بيتعلمها السب. يعني احنا اصلا اول كلام نتعلمه هو السب. بس انا قلت تمام، خلي كل واحد بده يشتغل الشهرة بطريقة اللي بتناسبه، خلاص اتركوهم. لا رديت على فلانة ولا فلان ولا فلانة ولا فلان، ولا مرة طلعت حكيت. كنت اطلع افتح لايف اضحك شوي وانزل، ستورياتي كلها حب ولطف واغاني، اوكي، بس ولا مرة رديت. بس انه توصل لهالمرحلة لا، انوف، بكفي. فهون انا بقول الناس اللي عم تشوف
انه سب الاهل والشرف بهي الطريقة عادي، وانه هيك عم تنتقم وتاخد حقها، فما تتابعني بليز. ما بدي، يا ما تحبيني. انا ما بدي هيك ناس تحبني، سوري. يعني انا بكره اذا بعمل شي بسيط بكره كمان بتصير تحكي علي انا كمان. لا ما تحكوا، خلص ستوب بليز، بكفي. استرجع. ثانك يو جوجو. اوكي. وبالنسبه للي كمان عم تطلع وعم تحكي وترمي حكي على اساس انه غدرت، انا ما غدرت حدا. انا وقفت جنبك، كنت سند الك وقت كنتي تتصلي، كنت روح ركض. بس انتي اللي غدرتي. هي عرفانه حالها مين، بس هو بكفي. لانه انا عن جد اذا بقى حدا يطلع يحكي عليه بدي اطلع رد، بس رح رد بالمسج والفويس نوت اللي عندي، فلا تنسوهم بليز. فرح بتجنن. صار نقاش حاد بيني وبينه باخر يوم، ما له علاقه، ما تصور حتى باخر يوم، ما في تصوير. ناقشنا شوي ولا مره واحده حكيت على الثانيه، ما لغينا حبنا وعشرتنا لبعض. موت فيه انا لفرح. اوكي ذا بيست، فهمنا. وانا والله العظيم بحبها لندى، اقسم بالله كتير بحبها، والله العظيم بحبها. لو كنت عندي حقد وكره مثل ما انتم عم تكتبوا وتضلوا تألفوا طول اليوم، كنت انا كمان نشرت الحكي اللي عم ينحكى عليها، وانشر كمان الفيديوز اللي عم توصلني. ما انا كمان عم ينعمل لي تاجز، انا كمان عم يبعتولي، مش هي بس انا ولا مره نشرت، ولا مره طلعت حكيت على ولا حدا من المشتركين بطريقه مو حلوه، ولا مرة سبيت ولا قبلت المسبة، ولا مرة طلعت حكيت مع فانز وقلت لهم اعملوا كذا وجيشت عالم وحرضتهم وسربت لهم معلومات لحتى يكونوا جاهزين ويحكوا. ولا مرة هيك عملت أنا. لو كنت عن جد حقودة وغيورة مثل ما انتوا عم تضلوا تكتبوا طول اليوم، أنا كنت نشرت برضو، ما كنت سكتت. ما أنا قاعدة عم بنسب، كنت أمل كمان رديت. أنا كمان إذا رديت وتفاعلت مع الموضوع كمان استفاد، حسابي رح يطلع. لو كنت جوعانة شهرة مثل ما انتو عم تكتبوا. بس انا ولا مرة حكيت على حدا، وصلني على كل المشتركين، كل حدا بيطلع بكل شي بينكتب على فلان وفلانة، عم يوصلني برضو التاكس تبعه. ولا مرة نزلت، بالعكس ما بنزل كرمال قلن انه هذا الشي اللي عم تعملوه مانو صح. يعني ما تنطروا مني اني نزل هيك شغلات، يعني ما تعملوا هيك قصص، هي شغلات مانا حلوة. قد ما تخانقت مع عالم انا بكيت، كل حدا طلع بكيت من شانه، وبكيت من كل قلبي. انا من الناس اللي ما بتعرف تتصنع، مش لو كنت بعرف اتصنع وبعرف مثل دور البراءة اصلا تمام ما كان صار فيني هلا اللي عم بيصير. انا كمان كان فيني العب دور البراءة، ما انا صعبة على فكرة. بس انا تعاملت بشخصيتي مثل ما انا، اللي بده يحبني يحبني، واللي ما بده يحبني ما يحبني، طلعوا من راسي يعني، ولا فارق معي، لانه هذا الشيء مناسبني لإلي. يعني الناس شو عم تفكر وكيف عم تشوفني هذا الشيء، لانه راحتي براحتي انا. اي شيء بيصير بيرجع لي انا، سواء حلو سواء سيء. انا هي شخصيتي، ما بعمري لا تصنعت ولا عمري لعبت عشان يحبني حدا. يا بتحبني مثل ما انا يا ما تحبني، ناقص واحد، ناقص مشكلة. بس ولا مرة كنت قليلة اصل واحكي على غيري. والشغلات اللي عم تقولوا تنمر، لا هاد كان مسبة، عم نتخانق ونقال علي اكتر من هيك. اذا في حدا لازم يزعل هو انا. على الاقل انا لما كنت بحكي شيء كان بينعرض على التي في ونتخانق ونتناقش عليه، انا كان ينحكى علي وما ينعرض على التي في. يعني انا كان ينحكى علي ويجي يضحك بوشي وما بعرف. انا كنت اعرف الناس على حقيقتها متاخر كتير، بس رغم هيك انا ما حكيت.
يعني بكتر ما سكتت في ناس اقسم بالله عم تجي من التيك توك ما انا حضراني لك الكومنتس اللي عندي انا عم تنكتب، الكومنتس اللي عم تنكتب عندي بالصفحه والمسج اللي عم تجيني اقسم بالله ما إلها علاقه بالحلقات. يعني في مشاهد عم تنحذف، في مشاهد، في كلام عم ينقص وعم ينحط على كيفهم، وناس عم تجي من التيك توك وعم تجي من الانستغرام وعم تهاجم، ناس عم تطلع تفتح تليفون وتحكي وتتناقش بمسابقة قسمة ونصيب وهي مو حضران الحلقات. كلامهم ما منطقي أبدا، برا المنطق، ورغم هيك أنا كنت أتجاهل، بس أنه خلص بكفي يعني. بس عن جد الناس اللي بتحب شخص معين ما بتسعى لأذيته، ما بتسمع انه هو ابدا يسمع كلام من اماكن تانية تجرحه. يعني انتو كفانز فتوا ببعض وصرتوا تتخانقوا وتجيبوا سيرة الدول وكل واحد فيكم تقسم وصار يهاجم المشتركين. طيب ما انتي طالما بتحبيني ما حتروحي تهاجمي حدا تاني عشان الفانز تبعه ما يجي يهاجمني، صح؟ عشان الفانز تبعه ما يجي يسبني. فانتي اليوم لما تطعني بشرف شخص وتطعني بعائلته وتسبي على عائلته، الفانز تبعه اكيد رح يطلع يدافع، رح انسب، وهون انت رح تزعلي انه انا انسب. طيب كيف عم تحسبوها؟ الفانز اللي بيحب عن جد بيكرس وقته للشخص، للمشترك اللي هو بيحبه اصلا. بيدعمه بمحبة، بيفوت على صفحته، بيتفرج على فيديوهاته، بيحط له كومنتس حلو بيعملوا إيديتينج لفيديوهاته بطريقة حلوة، بيكتب له كلام حلو. أنا بالنسبة إلي كجيهان بقلكن شغلة، إنه أنا السب والكومنتس السيئة اللي عم تنكتب بحقي أقسم بالله ما بتأثر فيني. يعني صدقوني لو كانت بتأثر فيني أنا كنت عملت ريبوست للستوريز وكنت طلعت حكيت وبررت. بس دقيقة راجع. بسألكن شغلة، أنا كجيهان أقسم بالله الكلام اللي عم ينحكى عني والكومنتس وهدول الهجوم اللي عم تعملوا والله ما بيأثر فيني. يعني أنا عم بطلع، عم بتمشور، عم بفتح لايف، عم بضحك، ولا مرة طلعت لا بررت ولا حكيت ولا رديت. أوقات بمسح كومنتس بتكون كتير أوفر، يعني احتراما للفانز اللي عندي لأنه بيتضايقوا إنه جيهان مسح الكومنتس بفوت بمسحهم. بس إنه هذا الكلام ما بيأثر فيني لأنه هذا رأيك الشخصي بيخصك أنتي وبيدل على تربيتك أنتي، أنا ما إلي علاقة فيه. يعني لما تيجي واحدة تقلي أنتي حقودة معناه أنا حقودة؟ حبيبي ما بتلزق فيني شتيمة. يعني أنا أنضج من هيك بكتير، عشان أنا واحدة ماسكة تليفون وقاعدة عم تكتب اللي عم يخطر ببالها من دون ما تحسب له حساب وتبعت لي إياه. فهمتوا؟ يعني هذا الشيء أقسم بالله ما بيأثر فيني ولا بيهز فيني شعرة واحدة. قد ما تصمموا صمموا، قد ما تكتبوا اكتبوا. أصلا لما عم فوت على الصفحة عم لاقي بنات صغار اللي عم بيصمموا كل هذا الشيء، ما يعني وقتهم فاضي قاعدين عم بيصمموا. أوكي أنا طلعت برر بس كرمال إنه حرام. يعني
بعرف انه الاشخاص اللي هذا الكلام عن جد بيأثر فيهم، تمام، ما بدي هيك يصير. بعرف انه هذا الكلام رح يأثر بالطرف الثاني، كرمال هيك انا طلعت بررت، لانه بحكم انه انتو فانز تبعي انا، المفروض انه عم تعملوا هذا الشيء من حبكم فيني، بس هذا الشيء ما بيبسطني، ما بدي. يعني حرام، بنت صغيرة ما بينحكى عنها بهي الطريقة. فبليز يعني انتو ما بتعرفوا كلامكم هاد شو ممكن يكون سبب، قدي ممكن يكون اذى، قدي ممكن يكون جرح. طالما عم تطلع هي وتبرر وتحكي وتنزل ستوري، معناها هذا الكلام عم بيأذيها، عن جد عم يأذيها، عم يجرحها من جوا. مشان هيك انا طلعت حكيت. اما انا بالنسبه إلي اقسم بالله قد ما بدكم اكتبوا ولا فارق معي، لانه انتو ناس ورا الشاشه قاعده عم تفرغ الطاقه السلبيه تبعها، او وحده عندها عقد، او واحد عنده مشكله، او واحد بنت يمكن تشبهني بشخصيتي، او عيونها مثل عيوني، او يمكن شعرها مثل شعري، اذتك من قبل بتطلع سمك كله تبعها هي فيني، او بنت اهانتك بالمدرسه مثلا، عملت لك مشكله لقيتيها انه ممكن طويله مثلي مثلا، يمكن ملامحها ما لها علاقه فيني وشخصيتها ما لها علاقه فيني، بس انه طويله، فانتي خلاص ربيتي عقده وبدك تفوتي وتسبي. طلعوا طاقتكم السلبيه، والله بتطلع من هون بتفوت من هون. يعني حتى الكومنتس كتير قليل بفوت اقراهم، حتى التاكس كتير قليل بفوت شوفهم، الا اذا طلع لي شغله بالاكسبلور هيك بعمل لها ريبوست عندي اذا عجبتني شغله حلوه، عكس هيك انا ولا بيأثر فيني شيء. حتى لما المشتركين بيطلعوا بيسبوني انا ما برد على حدا، يعني هن اصلا بعد ما يسبوني بيبعتوا لي مسج على فكره، وبقرا المسج ولا برد، فبفتح لهم مجال انه يرجعوا يطلعوا يحكوا علي. ولا مره رديت على حدا، يعني انعرضت شي 61 حلقه، كل حدا كان يطلع كان يحكي علي، انا ما شفت مشترك طلع وما حكى علي بطريقه مو حلوه، غير اللي رفقاتي طبعا، بس ما رديت، لانه هذا اذا المشترك اللي معي اكل وشرب معي ما فرق معي، رح يفرق معي كومنتس اشخاص ما بعرفهم مخبايين ورا التليفون وقاعدين عم يكتبوا، هدول حيأثروا فيني. بالنسبه للناس اللي رح تكتب بعد فتره عم تمثل علينا وعم تعمل، لا ما عم مثل عليكي، ما يجبوني امثل على حدا، ما حدا بيقدم لي شيء، ما حدا بيعطيني شيء، اللي بيعطيني شيء يجي ياخده. انا بدي الناس اللي تتابعني وتحبني تكون مثلي. انا ما بحقد على حدا، بعمري ما احقد، لانه انا اي مشكله بتصير انا بعبر عليها بلحظتها، بلحظتها بعبر عليها، وبلحظتها بتخانق فيه بغض النظر معي حق او ما معي حق. اللي معنا مش ناس ما بتعرف تحكي، كلنا ما شاء الله لساننا طوله مترين، ما تصير مشكله عرفاني اجي اتخانق واللي قدامي بتعرف تجاوب، او اللي قدامي بيعرف يجاوب، كلنا عندنا لسانات وكلنا بنحكي عربي اصلا. فبليز ما عاد حدا على القليله من فانزي، بليز ما عاد حدا يطلع يسب حدا او يحكي على شرفه او يحكي على اهله. بليز انتقدوا الاشخاص على حسب شخصياتهم وعلى تصرفاتهم بس، لو سمحتوا. كتير بحب. سوري اذا كان كلامي شوي قاسي، بس انا عن جد اشي ضايقني. تشوبت، شعري خرب، مكياجي مسح. منى حبيبتي كتير بحبكم والله العظيم، والله العظيم كتير بحبكم، وكتير نفسي انا بحكي سوري هلا مشان الكل يفهمني، انه كتير متابعون من جنسيات ثانيه، كتير عم يبعتوا لي ما عم نفهم عليك شيء باللايف، فسوري انا اسفه. المهم
فانا امنيتي انه اقابلكم كلياتكم دون استثناء ونقعد سوا ونحكي. والله العظيم كتير كتير بحبكم، وبالاخص الناس اللي عم توصل لي محبتها بحب. صفحتها عباره عن حب جيهان. هدول الناس انا بموت عليكم، يعني مركزين بس معي، بس مع جيهان، ما عم بيشوفوا حدا تاني غير جيهان. مو فارق معهم الناس تانية شو عم تحكي، شو عم تعمل، شو ولا يفرق معكم. انا بعرف انه هذا الشيء بضايقكم، بتخافوا انه انا اكون زعلانه، بس انا والله العظيم ما عم بضايقني كل هذا الشيء. والله العظيم لا فارق معي شو عم يحكوا ولا شو عم ينكتب عني، ولا فارق معي. عادي، هدول انتقادات عادي. مو كل الناس مجبورة تحبني، مو كلنا مجبورين نحب نفس الأشخاص. عادي بنتقسم، بس نتقسم بنضج. ما نمشي بالشغلة ونحن يعني نحن بشر، يعني بني آدمين، عنا عقل، عنا مخ، عنا فكر، فينا نشغله. ما نشوف شغلات مثل ما ماشي الريح نحن نروح معه، ما حلوة. شغل مخك وعذب حالك وتفرج واحضر. يعني حتى عيب بحقهم هدول اللي بيكتبوا شغلات متناقضة، عيب بحقك ترى. والله عيب، يعني بتكون تدافعوا على اشخاص انتو لما تجوا تحكوا شغلات موجودة على القليل. يعني مو وين ما رايحة الريح رايحين مع هيك عشان هيك بس عشان نشارك نقضي وقت نمشيها. لا، شغل مخنا. يعني حتى البرنامج ترى اذا الناس مانا كتير ذكية ما فيها تفهم احداث البرنامج شو عم بيصير. يعني انت عم تتفرج مجبور تركز كتير، نظرات، تصرفات، طريقة كلام، حوار، كتير 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 تركيز بحاجة. لازم تكون ذكي لحتى تفهم شو عم بيصير. تعبوا حالكم واحضروا، احسن ما تحضروا ملخصات وتحكوا برا الموضوع، لانه الملخصات عم ينحذف منها كتير قصص ما عم تشوفوها. love you more. والله جايز سوري لانه تحمست زياده وضليت احكي، انا اسفه والله، حكم علي. والله وانا بحبكم والله، وانا والله اقسم بالله ما في احلى من محبه الناس. والله العظيم الواحد بينبسط اذا رفقاته بيحبوه، بالشغل حبوه. تتخيل انه تلاقي كم كبير من الناس بتحبه، بتتابعه، بتستنى لايفاته، بتستنى الستوريز، الفيديوز تبعه. او لما مثلا بغيب شي هيك ساعتين ثلاثه ما بنزل شي، بتلاقي مسج انه جيهان انت منيحه، وينك مختفيه، اشتقنالك. انتو مستحيل تتخيلوا هذا الاحساس قد ايه حلو. هاي تعلمتها ما صار لي فترة، فحضل استخدمكم اياها باللايف تعودوا عليها. فيكي جيهان يا عمري، ثانك يو والله، وانا بحبكم وفخورة فيكم والله. تونسية ونحبك برشا. احلى تحية لأهل تونس والله، بحبكم انا كمان. تربية ملوك مو غريب قلبي. ثانك يو خديجة.
ثانك يو. داني 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 داني، بس داني فاتح لايف مع حدا، ما في مكان. جوجو، بحب لما تنادولي تكتبولي جوجو كتير بحب على فكرة. استنى نشوف هيك كأنه خربت أو شو بعرف. لبنان ثانك يو. أنا بحب أهل لبنان كتير بحبكم، بس بحبكم من زمان يعني قبل ما أتعرف على داني. هي ليكم نصات. جوجو، ايه والله كتير بحب لما تنادولي جوجو. from Germany. Thank you يا قلبي. شو عم بصير؟